في رجاله وستات كتير كبريائهم بيدمر جوازاتهم. الست اللي تقولك انا مش هبادر واصالحه، شكلي ايه، كرامتي ايه، لحسن يتعود اني كل مره انا اللي اروح اصالحه، ومش هبادر بطلبه للعلاقه الخاصه. هو الراجل، دي كرامتي، شكلي ايه، هو اللي يطلبني للعلاقه. والراجل يقولك انا غلطت بس مش هعتذر، كرامتي، انا الراجل ما اعتذرش. صدقوني انتوا الاتنين هتدفعوا الثمن. انتوا الاتنين لو كبريائكوا عالي قوي كده، انتوا الاتنين هتدفعوا الثمن. انتوا هتعيشوا في حاجه اسمها الدفاعيه. حد اللي هو على طول في خناق، حد اللي هو على طول انت اللي تبدأي، هو اللي يبدأ، هو اللي غلط، انا ما غلطتش. الدفاعيه دي مش هتعمل اي حاجه غير انها هتوصلنا لحاجه سماها المختصين مشاكل غير محلوله، unresolved conflicts. مشاكل مش محلولة، هتعيشوا ما بينكم مشاكل ما تحلتش. طبيعي ان المشاكل دي مش هتتحل وما تحلتش. عارفين ليه؟ علشان ما حدش فيكم عايز يعترف ان هو اللي غلط، ما حدش بيبادر بالصلح، فطبيعي المشكلة هتفضل موجودة وما حدش عايز يجيب ورا، فهنفضل زي ما احنا في المشاكل. وهو ده يا جماعة اللي النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه: إياكم والبغضاء فإنها الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. حضرتك البغضاء، الكره، الندية، التناطح اللي بينك وبين مراتك، الكبرياء العالي قوي اللي عندك، والكبرياء اللي عندك واحساسك بالايجو بتاعك، ده كراهية، بغضاء. هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي ان انتوا هتحلق الدين. يعني ايه؟ يعني هتخليكوا تعملوا حاجات غلط. هو انت لما تبقى كاره مراتك يعني هتظلمها وهتختبها، وانت هتقعدي تختبي جوزك وتنمي عليه وتقعوا في حاجات حرام. فهي يا جماعة بلاش نكابر في إصلاح أهم علاقة هنقابل بيها ربنا. إن انتوا أصلا تقعدوا تصلحوا علاقتكم ده عبادة. إن انتوا تصمموا الإصرار على عدم الإصلاح ده كارثة. يعني انتوا ما سمعتوش وادفع بالتي هي أحسن؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام. طب انت لو ما بدأتيش بالسلام مع جوزك هتبدأيه مع مين؟ ليه مستخسرين تصلحوا اهم علاقة؟ نزلوا الكرامة والكبرياء وانزلوا وقربوا لبعض شوية. لازم يبقى فيه تنازلات. لكن هاخدها كرامة، هاخدها تحدي، مش هنوصل لأي حاجة غير خراب البيوت.